ثمانية كلين شيت في المسابقة في التور بريليمينير نتاعو بقيادة ساديو ماني، اون ايكيب تري سوليد ديفانسيفمون كيف منتخب الكوت ديفوار، ولو انه معناها السلام عليكم خوتي، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هكذا مررت قناة الوطنية التونسية خريطة البلدان المشاركة في كأس العالم 2026 مع ضم الصحراء الشرقية للمملكة المغربية الشريفة، الأمر الذي أغضب باكستان، ولكن هذه هي الحقيقة. الصحراء الشرقية أراضي مغربية قبل أن يضمها الاستعمار الفرنسي للجزائر، أراضي تم اقتطاعها من المملكة المغربية، أراضي من تونس، أراضي من مالي، أراضي من ليبيا. وبالتالي التلفزيون التونسي وبثه لخريطة المغرب كاملة بصحرائها الشرقية فهو صدمة بالنسبة لهوكستان. علاش؟ لكون الجزائر يعتبرون قيس سعيد وإعلام تونس تحت سيطرة النظام الجزائري، ولكن القناة الوطنية التونسية خرجت اليوم من جنب يوم أمس ببثها لخريطة المغرب كاملة وبصحرائها الشرقية، الأمر اللي جنن لي الهكاويين عاوتاني وخارجين يبكوا كما العادة. خوتي نسمعوا هذه الأخت التونسية وحديثها على علاقة المملكة المغربية بجمهورية تونس في علاقتهما مع جمهورية هوكستان. احنا والمغاربه وانه نفس العدو اليوم هو الجزائر بيناتنا، لكن انا هنيئا للمغاربه وانه الجزائر احمدوا ربي بينت لكم من الاول بزي العدو، اما احنا الى يومنا هذا للاسف الشديد ما زالت مستخفه بعقول التوانسه بلغه خوا خوا. هما راهو ما يسواوش فتره من فتراتنا التاريخيه، هذه حقيقة اليوم، والجزائري لا يعترف بذلك. شكون يعترف لك بها؟ يعترف لك المثقف في الجزائر، يعترف لك الحر في الجزائر، يقول لك فعلا احنا ليس لدينا تاريخ، احنا كنا طول عمرنا نتبعوا، احنا ولاية تونسية بامتياز وخاصة شرقنا، فعلا تونس قدمت لنا يد المساعدة، لكن احنا نظامنا غدر تونس. كيف يعترف لك الجزائري بهكا فعلا اعتبره صديق لك. صراحة تاريخ الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والتراث الذي تزخر به المملكة المغربية الشريفة مع الجمهورية التونسية هو أكبر عقدة وأكبر كابوس يعيشه نظام العسكر في الجزائر، لا سيما في فترة حكم عبد المجيد. تونس كيف يعترف لك الجزائري بهكا فعلا اعتبره صديق، لكن اليوم الجزائري جرب ادخل معاه في اي ديسكور على نظامه او على تاريخه الاسود مع تونس، او قل له راني انا كتونسي راني اكبر منك تاريخيا، وتشوفوا التهجم اللي يصير لك منه وكل شيء. الجزائري اليوم عنده داء الغرور، ما ينجمش يقول لك راني ما عنديش تاريخ. شفتوا توا احنا ما همش يحركوا فينا لا المغاربه ولا الكيان، تحرك فينا حبنا لبلادنا وغيرتنا على بلادنا وغيرتنا على دم جدودنا اللي مشى هدر من اجل شعب ما يستاهلش، غيرتنا على عرضنا، غيرتنا على اراضينا، غيرتنا على كل ما يحصل اليوم في تونس. هيك علاش اليوم الجزائريين بالنسبه لنا اعداء اللي نشتركوا فيه احنا والمغاربه، وانه نفس العدو اليوم هو الجزائر بيناتنا. تحيه عاليه لهذه الاخت التونسيه وللشعب التونسي اللي بدا كيفيق ويعرف حقيقه جمهوريه هوكستان. تسمعوا جميع هذا المسؤول الجزائري الذي يعترف بعظمه لسانه بقوه وتجاوز المغرب الجزائر بسنوات ضوئية، ويعلم الله المصير ديالو مع عسكر الجزائر بعد هذه الكلمة. خوتي نسمعوا جميع. شحال جيراننا يعني تونس والمغرب شحال يصدروا الى الخارج؟ كم؟ تونس والمغرب يصدروا حاليا حوالي بمبلغ بحوالي 45 مليار دولار. يعني تصور اذا عملنا مقارنه مليار 45 مليار، وهذا 45 مليار ما جاتش ما طاحتش من السماء، هما ما يصدروا لا نفط ولا غاز، يصدروا ثياب، يصدروا مواد غذائيه، يصنعوا في بلادهم ويصدروا، يعني الصادرات نتاعهم متنوعه، وصبحوا يعني كل دولار اللي يربحوه نتيجه العرق نتاعهم والتعب نتاعهم، يعني واحد ما ينحي لهم، ما همش مرتبطين بالاسعار بالاسواق النفطيه. نعم. يعني ما مش خايفين، هما تعبوا ولكن اليوم دخلوا في المليح كما نقولوا، معناتها من رايحين يزيدوا في الصناعه ويزيدوا في الانتاج ويزيدوا في التصدير. شحال اللي لازمنا احنا من سنوات باش نلحقوا هذا الحلم؟ كان عارين على ذرعينا من اليوم، بدايه من اليوم
واذا كان خذينا بعين الاعتبار حاله الاقتصاد نتاعنا والصناعه نتاعنا، ربما 50 سنه باش نلحق الدرجه اللي لحقوا لها هما الان. هذا خارج قطاع المخلوقات. واذا ما عرفناش كيف نستعمل الموارد اللي ما زالت عندنا الحمد لله. اذا سمعتوا خوتي المسؤول الجزائري وشنو قال؟ باش نوصلوا لداك الشيء اللي وصلت ليه المملكه المغربيه الشريفه وتونس خاصنا على الاقل 50 سنه. وبالتالي ملي كنقولوا لهم لا مجال للمقارنه بين المملكه المغربيه وجمهوريه توكستان التي تم تاسيسها سنه 62، كيحاولوا ما امكن انهم ينقصوا من قيمه المغرب. وبالتالي هذه هي الحقيقة. المملكة المغربية تتجاوزهم بسنوات ضوئية. المملكة المغربية في تطور ونماء وازدهار مستمر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذه العقدة وهذه الإشادة العالمية بالمملكة المغربية ولا سيما من الإخوان التوانسة هي أكبر صفعة وكابوس كيعيشوه اليوم، لدرجة يوميا التهجم على الجمهورية التونسية فقط لأنهم كيمدحوا ويقولوا الحقيقة كما هي حول ما شاهدته أعينهم في المملكة المغربية الشريفة، لا سيما في الكان. خوتي غنزيدوا نسمعوا هذا الأخ التونسي وتحليله لكلام المسؤول الجزائري، ونهضروا على جديد المنتخب الوطني المغربي في المونديال. سمعت الكلمة اش قال ولا ركزتوا في الكلام اش قال ولا؟ معنا دليل. هما ولات عندهم عقدة نفسية الاقتصاد التونسي، يدخل في مبالغ طائلة 45 مليار دولار مدخول سنوي. يعني كما قالك بعرق جبينهم وناس خدمت على رواح، ما خدموش التوانسة مليون. التوانسة عندهم 10,000 سنة التالي وتوانسة تخدم. راه نحن بلاد مؤسسات نعاودوها لكم، مش بلاد عسكرية. نحن بلاد مدنية. العسكر في الجزرنات يحمي البلاد والشعب يخدم والعسكر يعس علينا يخاف علينا. نحن ناس كل مرة كالراجل نحن نقولوا تكبس السنتورة وتهبط وتشم على ذراعها كل راجل كل مرة، ويخدموا باش يطلعوا البلاد المستوى معين. نحن نخدموا على العائلة، نخدموا على التربية، نخدموا على العقل الإنسان. كما قال بورقيبة الله يرحمه، نخدموا على المادة الشخمة. هذيك قوة تونس. انتوما تحبوا المنتوج اللي عملناه ونخدموا عليه مدة قرون، تحبوا موديل تسرقوه. يعني نقولوا نحن كي الشناوة تسرقوا الموديل وتحبوا تقصوا له قصة عربي وتهزوه بالأدلة. نحن عنا دي مارك تونيزيان مثال توسكي برودوي مقارونة كسكسي ملسوقة هريسة اللي تتصوروا في مخك. يعني برشا حتى ضربوا حتى ماركة متاع مكياج تونسية معروفة. يعني مش معقول وتحطوا الاسامي عليها الشاميه تبعت لكم تونس، تحطوا تيكي وتحطوا كوموكو صنعها في الجزائر. يعني انتم تركبوا في رواحكم اشياء مش نتاعكم. ثانيا الاراضي التونسيه الفلاحيه برا، ادخل للناس اللي تفهم الفلاح. الاراضي التونسيه من شمالها من بنزرت الى تطاويل الكل اراضي فلاحيه. انتوما عندكم 5% اللي تكسبوا تونس في الأراضي الفلاحية. حقيقة لا مجال للمقارنة بين الجمهورية التونسية وكذلك بين المملكة المغربية بجمهورية توكستان بالدليل والحجج والبرهان. هذا الشيء ماشي حنا اللي كنقولوه، هذا هو الواقع. وفي نهاية هذا الفيديو ما نساوش نذكروا بموعد مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب البرازيلي يوم الغد يوم السبت إن شاء الله تعالى مع 11 بإذن الله تعالى. كل التوفيق لوليدة محمد وهبي، كل المغاربة من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة ومغاربة العالم كلنا يدا واحدة وراء أبناء المملكة المغربية الشريفة، وإن شاء الله كلنا ثقة وقادرين أننا نفوز
على المنتخب البرازيل والذهاب للمباراة الثانية أمام اسكتلندا، ثم مباراة هايتي الأخيرة يوم 24 إن شاء الله تعالى. مرة أخرى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. وشاهدنا يوم أمس حفل الافتتاح، صراحة شخصيا حفل افتتاح المملكة المغربية الشريفة هنا الذي نظم هنا بالرباط في منافسات كأس إفريقيا التي نظمت هنا بالمملكة المغربية هو الافتتاح الأجمل والأرقى على الإطلاق. افتتاح يوم أمس صراحة افتتاح باهت، افتتاح لا معنى ولا هدف شخصيا، هذا رأيي الشخصي. مرة أخرى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، كل ثقة في وليدة محمد وهبي. عندنا غدا ماتش مهم أمام منتخب البرازيل، منتخب ما كيخلعش. باقي كنتفكروا أننا هذا المنتخب المغربي فاز عليه في مباراة ودية. كذلك عندنا منتخب اسكتلندا يوم 19 إن شاء الله تعالى. كذلك المنتخب ديال هايتي في ختام دور المجموعات قادرين أننا نتجاوزوا هذا الدور والذهاب للدور المقبل كمتصدر. ما تخلعناش البرازيل. هذا هو المنتخب الوطني المغربي، رابع كأس العالم قطر 2022 وبطل كأس العالم للشباب مع المدرب الوطني المغربي الحالي محمد وهبي. وبالتالي كلنا ثقة في وليدة محمد وهبي إن شاء الله تعالى لتشريف الراية الوطنية. بخصوص نتائج يوم أمس، المكسيك انتصرت على منتخب جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية كذلك فوز وكتقلب الطاولة على منتخب التشيك بعد ما كانت التشيك هي اللي كانت متقدمة، فوز مستحق للمنتخب الكوري الجنوبي. اليوم مع 8 منتخب كندا مع البوسنة، مع 2 ديال الولايات المتحدة الأمريكية مع باراغواي، غدا مع 8 قطر مع سويسرا، والبرازيل إن شاء الله تعالى مع المغرب مع 11 هايتي مع اسكتلندا نهار 14/6 مع 2 أستراليا مع 5 مع تركيا، ألمانيا مع 6 كوراساو. هذا الماتش بتحكيم مغربي، هذا الماتش ديال ألمانيا وكوراساو بتحكيم مغربي. هولندا واليابان مع 9 إن شاء الله تعالى. وغنحط لكم جدول كامل لباقي مباريات لجميع مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 أمريكا المكسيك وكندا. في نهاية هذا الفيديو خوتي تحياتي لكم، والله يحفظ بلادنا ملكا وشعبا من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة، وكل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسة وهذا الاستحقاق العالمي. كلنا ثقة في وليدة بلادي لتشريف الراية الوطنية. خوتي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.